تصريح خطير من زين الدين زيدان يكشف فيها المؤامرة ضد المغرب قبل مباراة المغرب وفرنسا. شاهد ماذا قال. بس قبل ما نبدأ، عطر فمك بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد انتهاء المباراة والفوز الغير مستحق لمنتخب فرنسا، خرج المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بتصريح لقناة الدوري والكأس القطرية صدم الملايين. رغم أنني فرنسي ومن المفترض أن أنحاز لمنتخب بلادي، لكن دعيني أقول أن هناك بعض الأخطاء من الحكم الذي كان يدير المباراة بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي، وكأن حكم المباراة كان يعاقب منتخب المغرب. ولكنني حزين كل الحزن على خسارة المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي، وكنت أتمنى أن يفوز المنتخب المغربي. فاجأني بمستواه الرائع في المباراة، وتصدر المجموعة السادسة التي ضمت اثنين من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، كرواتيا وبلجيكا، الذي يحتل المركز الثاني والثالث بالترتيب في نهائيات كأس العالم. ونحن نستعد للمباراة أمام المنتخب الأرجنتيني، ونعرف جيدا أنه ليس سهلا، ولكن سوف نبذل جهودنا من أجل الفوز ونحصل على كأس العالم للمونديال.